السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة وجبتي على السريع. اليوم إن شاء الله نشوف مع بعض كيف حنسوي بطريقة جد سهلة كبسة اللحم مع لحمة دايبة. شايفين كيف جوسي مع رز نثري. وبالنسبة للمكونات طبعا حنحتاج لحم. هنا عندي لحم خروف مقطع قطع صغيرة، بهارات حب، ورق غار، قرفة، لومي، مسمار هيل، بهارات كبسة. عندنا هنا توم مفروم، صلصة طماطم ملعقة كبيرة، بصلة كبيرة مقطعة صغير، طماطماية، حبة طماطم كبيرة مبشورة أو مقطعة صغير، وفلفل بارد وفلفل حار، وطبعا زيت. ونبتدي نطبخ. بعد ما سخن القدر نحط الزيت. أنا هنا اليوم كمان حطبخ في القدر الكهربائي. بصراحة أحب أطبخ فيه كتير لأنه مرة يوفر الوقت وسريع، بس فيكم تطبخوا في قدر الضغط العادي. بعد ما سخن الزيت نحط البصل، ونخليه لين ما يتحمر. كده خلاص البصل تحمر معنا. نبتدي نضيف البهارات، الحب، نضيف الفلفل البارد، نضيف الثوم وصلصة الطماطم، ونخليهم يتحمروا مع بعض. نضيف عليهم الطماطم، نضيف الحين البهارات، والحين نضيف اللحمة، ونخلي عليها ما تتحمر وتتشرب كل البهارات. كده اللحمة تشربت كل البهارات. طبعا ما أضفنا ملح الحين، هنضيفه في الأخير لما يستوي اللحم. هنضيف موية مغلية، هنا عندي تقريبا 3 أكواب من الموية المغلية لأني هحط كوبين من الرز، فبوزنها من الأول صح عشان ما أزود موية في الأخير. كده اللحمة استوت معنا. هنضيف الحين ملعقة من الملح عشان ما ضفنا ملح من الأول، ملعقة صغيرة. وهنضيف رز مغسول ومنقوع في موية، ونحركهم. ونضيف فلفلة حارة. خلاص ونقفل عليهم عشان ينطبخ الرز. خليهم تقريبا شي 8 دقايق ينطبخ. وأثناء ما الرز يستوي الحين نبتدي نجهز مع بعض سلطة الدقوس. هنحتاج كزبرة، طماطم مقطعة على حسب الاختيار ونقشرها طبعا، شوية ملح، فص ثوم، عصير ليمونة صغيرة، فلفل حار اختياري، لو ما تبغوا حار ممكن نحط فلفل بارد، وشوية موية. ونبتدي نخلطها مع بعض. هنحط كل المكونات بالخلاط: الكزبرة، الطماطم، شوية ملح، فص ثوم، عصير الليمون، فلفل الحار، شوية الموية. نقفل عليهم ونخلطهم. بعد ما فرمناهم كويس نحطهم كده، صاروا جاهزين الكل اتفرم، ونحطهم في إناء التقديم. كده الرز انطبخ معنا ما شاء الله، نشف
مرة مفلفلة حلو، شايفين كيف؟ خلاص الحين أشيل الفلفل على جنب ونغرفه في صحن التقديم. ما شاء الله اللحمة دايبة والرز منثري ودايب حبة حبة، شايفين كيف؟ خلاص نزينه بشوية بقدونس بس عشان نكسر اللون، الفلفل الحارة بالنسبة للي يحب الحار، نسوي شرايح الليمون، وبكذا كبسة اللحم صارت جاهزة معنا. أتمنى أنكم تجربوها وتعجبكم، وأشوفكم في وصفة جاية إن شاء الله.